مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك السايت. تجسيمة الكتينة دي تجسيمة عربية فيتارا، جيب فيتارا. الموتور ده الموتور اللي هو نص انجكشن، مش انجكشن كامل. الانجكشن الكامل اللي هو المنو فوق ابو رشاشات، لكن ده نص انجكشن اللي هو الكربيراتير بالحساس اللي هو الرشاش اللي فوق. تمام. طيب، في ملحوظة، أنا دايما وأبدا بجسم على واحد، لكن العربية دي هجسم على 4. هو الموضوع هو نفسه، بس أنا هجسم على 4 لأن الترس ده مغير. الترس بتاعها هي كان مكتوم مشعور، وأنا خفت أركبه، فللأسف ما كانش في إيدي ترس نفس الترس بتاعها، بس جبت بتاع بايك وقصيته وهينفع 100%. بس خوفا من ان انا امشي ورا الذنب، فانا اشتغلت تجسيم بلدي. البلدي اللي هو ايه؟ اللي هو البستم فوق ويليها البستم اللي فوق. ادي العلامة اهي قصاد العلامة السهم اللي جوه ده. تمام. العلامة دي البستم فوق. تمام. نيجي هنا في الكاما. الخابور تحت عشان ما تتوهش خالص. الفتحتين دول انا مخلي الخابور تحت ومعلم بايدي قصاد الطاقة اللي هي في الصاجة اللي ورا. طيب، الخابور تحت اداني كام في الكامة؟ اداني رقم 4. 4 هو اللي مرتاح. يعني انا كده انا مقسم 4 مش 1، مقسم 4 مش 1. يليها ان الشاكوش هنا على 4، ده 4 اهو. الشاكوش هنا على 4. تمام. اقول تاني عشان الحته دي ما تتوهش منك وتقسم غلط تتني الصبابات. الخابور او الزومبا او الدبانه بتاعت عمود الكاما اللي بتمسك الترس تحت، قصادها بالظبط فوق. ما جبتش واحد فوق ليه؟ لاني واحد مش هيجي قصاده علامه بالظبط، مش هيجي قصاده علامه. يعني انا معايا علامه اهي ومعايا علامه اهي. جربت التانية ما جاتش قصاد السنه اللي فوق، فانا ريحت دماغي واشتغلت على الزومبا اللي جوه دي والعلامه اللي فوق دي. والخابور تحت اداني 4. يعني انا كده هدي الشرز في الاسبراتير لرقم 4. هتدور معايا العربيه مفيش اي مشاكل. انا لو جبت الخابور فوق هيبقى الترس مش مفيهوش اي علامه، مش هيديني الدنيا بالظبط.